قصة آدم عليه السلام. من قبل كان الله تعالى موجود بوحده. من بعد الله عز وجل خلق الكون والسماوات والأرض اللي كنعيشوا فيها، وزين الله سبحانه وتعالى السماوات بالكواكب والنجوم والشمس والقمر. وعلى الأرض خلق الله تعالى الأنهار والبحار، وجعل الأعشاب والأشجار يكبروا في الأرض، وجعل فيها الجبال، وخلق الله عز وجل الأسماك في البحار والأنهار والطيور والحيوانات. وخلق الله سبحانه الكون في 6 أيام. جمع الله تعالى الملائكة عليهم السلام وقال لهم أنه غيخلق إنسان يكون الخليفة ديالو في الأرض باش يعبد الله سبحانه ويعمر الأرض. وسألت الملائكة الله تعالى وقالت: واش غتجعل في الأرض اللي يفسد فيها واللي غيسيل الدم، وحنا كنسبحو بالحمد ديالك ونقدس لك؟ رد عليهم الله تعالى أنه كيعرف أمور ما كتعرفاش الملائكة. وخلق الله سبحانه أول إنسان هو آدم عليه السلام من التراب والطين. خلق الله تعالى في أحسن صورة وجعل فيه الروح. علم الله سبحانه آدم عليه السلام الأسماء أي حاجة في الكون. علموا أسماء الكواكب والنجوم والطيور والأشجار والجبال والأنهار. واسأل الله تعالى الملائكة عن أسماء المخلوقات اللي خلق، وجاوبوه أنهم ما كيعرفوا غير اللي علمهم الله عز وجل، وأن الله تعالى هو العليم الحكيم. وقال الله عز وجل آدم عليه السلام يقول لهم الأسماء ديالهم، وقال لهم آدم عليه السلام أسماء كل مخلوقات اللي خلق الله تعالى. وقال الله عز وجل الملائكة أنه كيعلم غيب السماوات والأرض وكيعلم أي حاجة عن الملائكة. أمر الله تعالى الملائكة يسجدوا لآدم عليه السلام، وسجدت الملائكة إلا إبليس رفض السجود. قال الله عز وجل: شنو منعك من السجود من اللي أمرتك؟ رد إبليس على الله سبحانه: أنا أحسن منه، خلقتيني من نار وخلقتيه من الطين. غضب الله تعالى على إبليس لعنه الله وجرى عليه من الجنة، وطلب إبليس من الله تعالى يخليه حي ليوم القيامة، لأنه غيضيع آدم عليه السلام والذرية ديالو على الطريق. وقال له الله تعالى أنه غيعيش حتى اليوم القيامة، وأنه ميز آدم عليه السلام والذرية ديالو بالعقل، اللي تبعو ما يلوم إلا نفسه، واللي ما تبعوش يدخل الجنة. خلق الله سبحانه زوجة لآدم عليه السلام سماها حواء، وسكنهم الله عز وجل في الجنة، وقال لهم ياكلوا من الأشجار د الجنة ما عدا شجرة وحدة. ونبههم الله تعالى من إبليس لعنه الله أنه عدو ديالهم، وعندك يخرجهم من الجنة ويتعبوا في طلب الرزق، وأن آدم عليه السلام إلا بقى في الجنة ما يجوع ما يتعرى ما يجيه عطش ولا حرارة. وعاش آدم عليه السلام وزوجته حواء في سعادة وهناء. دخل إبليس لعنه الله الجنة، وبدا كيوسوس لآدم عليه السلام وقال له: واش نوريك شجرة إلا كليتي منها غتبقى حي دايما ويكون عندك واحد الملك دايما؟ بعد منه آدم عليه السلام، وكمل إبليس الوسواسة ديالو وقال له: الله نهاكم على الشجرة باش ما تكونوش ملائكة أو تبقوا حيين دايما. وحلف إبليس بالله لعنه الله أنه كينصحهم باش يتيقوه. قال آدم وحواء أن إبليس ما يقدرش يحلف بالله كذوب. من بعد ما كلاو من الشجرة اللي نهاهم الله تعالى عليها ولاو عريانين، وبداو كيقطعوا أوراق الشجر بالجنة باش يغطيو الجسم ديالهم. وقال لهم الله عز وجل: ماشي نهيتكم على ديك الشجرة وقلت لكم أن الشيطان عدو مبين ديالكم؟ ندم آدم وحواء وقالوا الله تعالى أنهم ظلموا نفسهم، وإلا ما غفر لهمش الله ويرحمهم غيكونوا من الخاسرين. وقبل الله عز وجل التوبة ديالهم وغفر لهم، وآمرهم يخرجوا من الجنة وينزلوا للأرض باش يعيشوا فيها ويعمروها.
وآمرهم يعلموا ولادهم ما يعصوش الله. نزل آدم وحواء ومعاهم الشيطان للأرض، وهكذا بدأت القصة البشرية.